أدرج الاتحاد الأوروبي بشار أسد وعددا من كبار ضباط ميليشياته على قائمة عقوباته، وذلك بسبب ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان وضلوعهم وارتباطهم بشكل مباشر بجرائم عنف جنسي وانتهاكات لحقوق المرأة. العقوبات شملت أيضا قائد ميليشيا الحرس الجمهوري اللواء شعيب سليمان ونائبه العميد محمد قاسم واللواء مالك عليا. واعتبر الاتحاد الأوروبي أن الحرس الجمهوري جزء من نهج تتبعه ميليشيات أسد يستخدم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي لترهيب السوريين وخاصة النساء والفتيات. للحديث حول ذلك ينضم إلينا بسام طبلية المختص بالقانون الدولي وحقوق الإنسان من لندن عبر سكايب. أستاذ بسام، ربما يكون سؤال بديهي، لماذا بعد 12 عاما حتى أدرجت ميليشيات أسد ضمن فئة هذه الجرائم وفرضت عليها هذا النوع من العقوبات الآن؟ بداية مساء الخير لحضرتك ولجميع المشاهدين. حقيقة أعتقد أنهم يحاولون الضغط على نظام الأسد ولكن بالتدريج من أجل إخضاعه إلى الحظيرة الدولية أو محاولة التفاوض مع هذا النظام أو من أجل محاولة الوصول إلى اتفاقات معينة، ولكن هذا النظام لا يستجيب على الإطلاق وبالتالي هم كل ما هنالك يشددون الخناق. هناك الأدلة الكثيرة حقيقة التي يمكن أن تدين هذا النظام وأزلامه، ولكن عملية إضافة أسماء جديدة، كيانات جديدة على سبيل المثال، هي ورقة سياسية ضغط أخرى يحاول الاتحاد الأوروبي أن يمارسها. يعني ما أهمية هذه العقوبات من الناحية القانونية؟ أهميتها عندما تقوم بتجميد رقم 1 أصول هذا النظام، 2 فرض حظر على سبيل المثال منع قدومه أو سفره إلى أوروبا. يعني شو أهمية هذه العقوبات بالنسبة لهذا الشخص الذي انتهك الكثير من هذه المواضيع؟ ناهيك أيضا أن هذه العقوبات حقيقة هي مفروضة بالأساس على خلينا نعتبر من قبل الولايات المتحدة، مفروضة سابقا أيضا المملكة المتحدة، وإنما الآن توسعت بإضافة أسماء جديدة وتوسعت بإضافة نظام الاسم بشار الأسد. هي حقيقة يعني استعراض عضلات أنا أراها أكثر ما هي فعليا عقوبة حقيقية لهذا النظام. إذا أراد المجتمع الدولي تحريك أي دعوة قانونية ضد هذا النظام أو إرادة فعلا إيلام هذا النظام، فهناك العديد من الطرق القانونية التي يمكن ما هي إيلامها. المفاعيل القانونية للعقوبات الجديدة أستاذ بسام؟ يعني تجميد أمواله، تجميد الأموال والأصول. 2 منعه من السفر فرضنا والقدوم الى الاتحاد الاوروبي. ما اهميه هذا بالنسبه لانسان مجرم؟ يعني هو بالاساس بيقول لك بالاساس ما عم يرضى يغادر، لا يرغب بالسفر لانه يخشى عمليات الاعتقال باتجاه دول اوروبا، ولكنه يسافر الى بعض الدول الحليفه بضوء اخضر ضمني عاده، على سبيل المثال الحليفه له من الامارات وغير ذلك. ولكن بشكل عام هل هذه العقوبات ناجعة تفيد الشعب السوري أو تردع المجرم كائنا من كان من اقتراف جرائم أخرى؟ نلاحظ أن هذه الجرائم ما زالت تستمر وتستمر، وأنه على العكس تماما. يعني تعنته وتقربه من النظام الإيراني الذي يقوم بالتشنيع أكثر فأكثر ويتوسع ويغير بعملية التغيير الديمغرافي في دمشق وغيرها وحلب وغيرها تزداد. يعني لا نشاهد أي ردع لهذه العقوبات. يعني ما يعني لا أعتقد أنها ناجعة، لكنها بالذات في جرائم متعلقة بانتهاكات جنسية وتمييز على أساس الجنس الاجتماعي، وهنا نقصد المرأة تحديدا، هي غير قابلة للرفع مستقبلا، صحيح؟ أي جرائم إرهاب ولا يعني يتم فيها إرهاب أو جرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تتقادم، وبالتالي لا يمكن أن ترفع. هناك الكثير من الجرائم، ولكن المجتمع الدولي يحاول خلينا نسميها التدرج في هذه العقوبات من أجل الحصول على مكاسب معينة، منها المفاوضات، منها الوصول إلى اتفاقيات معينة. ولكن ما اقترفه هذا النظام يجعل من الصعب قانونيا حقيقة أن يتم التعامل معه، لأنه بسهولة جدا يمكن إثبات أن هذا النظام مجرم وهو منتهك للقانون الدولي ولا كثير من المعاهدات الدولية. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل حقيقة الدول
هي يهمها هذا موضوع الملف السوري؟ هل حقيقة يهمها الأمن والاستقرار الدوليين ويهمها معاناة الشعب السوري؟ الجواب باختصار شديد لا، لأنه لو الأستاذ بسام أرادوا طبلية، حقيقة بهذا هذا السؤال الموضوع كان أشكرك. كنت معنا في الحصاد المختص بالقانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان من لندن.